بيبدأ فيلمنا مع سيدي وهي رايحة بعربيتها مكان تهدي نفسها بعد ما زميلتها في الشغل مات، والدكتوره بتاعتها بتطمن عليها فقالت لها انها تقضي بس يوم وراجعه، وقالت تعدي على السوق بالمره في طريقها تجيب حبه حاجات. وفي السوق كل صحابه كانوا بيحفلوا عليها عشان حبيبته سابته، وده لانه نيدي زياده عن اللزوم. وإدنا قالت له يخلي باله من المكان عما تشرب سيجاره وتيجي. وسيدي بعد ما خلصت راحت عشان تشتري ورد وبتقابل كول. اختارت نوع ورد من اللي بيحتاج ميه كل يومين، بس هي كانت بتغيب عن البيت مده طويله فقالت له يقترح عليها نوع تاني. اقترح عليها نوع تاني من اللي بيحتاج ميه كل اسبوع، بس هي قالت له انها بتغيب بالشهرين بره البيت فيشوف لها اي حاجه بتحتاج اهتمام اقل. كلمه حزت في نفسه قوي لانه لسه متساب امبارح بسبب ان الاهتمام بيقل وكده، فقال لها خدي ورد بلاستيك وخلاص مش هيحتاج اهتمام خالص. افتكرت ان هو بيهزر بس كان بيتكلم جد وبطريقه وحشه كمان، فقالت له خلاص هاخد اللي اخترتها الاول. ما وافقش انه يبيعها لها لانها مش هتهتم بيها، فزعقت معاه. وهنا ايدنا جت وبعتها لها، بس قبل ما تمشي قال لها كنت خدي صباره احسن بتحتاج اهتمام كل 3 شهور وبس. وايدنا طلعت كانت بتراقبهم من بعيد وقالت له يا عبيط دي كانت بتغازلك، ولو كنت هديت الكلام شويه كنت خدتوا ارقام بعض. فطلع جري عليها قالت له ايه جاي تنقذ الورده مني ولا ايه؟ قال لها لا انا بس حسيت ان في حاجه ما بيننا وكده، ايه رايك نخرج مع بعض نشوف موضوع الحاجه دي؟ رفضت الاول بس بعدها ندت عليه وقالت له ماشي. وعرف منها انها امينه اعمال فنيه وبتسافر باستمرار بسبب شغلها، وهو مزارع طبعا بس بيحب التاريخ اكتر وكمان بيكتب كتاب، بس موقف الكتابه عشان باباه تعب فجاه فرجع عشان ياخد باله من المزرعه وكده. ولما سالها بتخاف من ايه قالت له انها مش بتخاف من اي حاجه لان الخوف دي حاجه الانسان هو اللي بيختار. فتحداها في سباق لو كسبه هتقول له بتخاف من ايه، وحط كل حاجته معاها ومنهم انبوبه الاستنشاق بتاعته، بس سبقته طبعا وهو طالع وراها على السلم بينها. وقضوا مع بعض يوم جميل من اوله لاخره، وقضوا الليله كمان سوا، ورجع البيت بتاعه مبسوط والجرح اللي في قلبه لا. ولما روحوا مامته وباباه احتفلوا بيه طبعا انه قدر يموفون بسرعه، وقال لهم انه خلاص لقى حب حياته من جديد. بس اخته كانت عارفه انه اكيد بالغ في مشاعره معاه كالمعتاد منه يعني، فاكيد هتفكس له زي اللي قبلها، وخصوصا انه كمان واخد لهم صوره سوا في السرير وهي نايمه من غير ما تعرف. وخلي الصوره دي في بالك عشان هنحتاجها بعدين. وفعلا عمل زي ما اخته توقعت وفضل يبعت لها رسائل كتير جدا وما كانتش بترد عليه، وقعد جنب الموبايل مستناها ترد او ترن عليه انما مفيش اي حاجه. واخته قالت له مش قلت لك انك بلغت في مشاعرك معاه وهتفكس لك؟ وهنا بابا شافه بيتنفس بصعوبه قال له مش بتاخد العلاج ليه؟ فافتكر فجاه انه نسى في الشنطه بتاعته، وكان عنده عاده انه لازق في كل حاجته المهمه اجهزه تتبع عشان لما تضيع يلاقيها بسرعه. ففتح الابلكيشن واكتشف انها في لندن، فمامته وبابا قالوا له ان ده اكيد السبب انها مش بترد انها سافرت بسرعه عشان شغلها وكده يعني. فايه رايك بقى انك تعمل لها مفاجاه وتسافر لها على لندن تفاجئها هناك؟ طبعا اخته كانت معترضه وبتقول له يا اسطى انت كده سايكو اوفر بجد، دي كانت ليله واحده بالنسبه لها يعني. انما بابا ومامته قالوا له يستغل الفرصه وانها تحب الحركه دي منه وانها رومانسيه وكده. فاخد بعضه اخد صباره معاه وطلع على انجلترا، وفضل يدور عليها بموبايله لحد ما وصل للمكان اللي هي فيه بس ما لقاش حد. وفجاه ظهر 3 شكلهم غريب وخدروه ورموه في العربيه قبل ما يجري منه. ولما فاق لقى نفسه قدام واحد عمال يقول له ان الزعيم مهووس بيك يا محصل الضرائب من بعد ما قتلت الينا وخسرتنا عمليات تركيا وبرلين. قال لهم انا مش محصل ضرائب، انا فلاح مزارع على البابا الله وجاي اقابل الجيرل فريند بتاعتي بس. وطبعا هم كانوا فاكرينه متنكر وبيحور عشان يسيبوه بعد كده يقتله. وقال له هتقول لنا الشفره السريه فين يا اما هتتمنى الموت من اللي هيحصل. وجاب دبور سام ولسه هيخليه يقرصه في عينه، فجاه دخلت واحده من الباب وقتلتهم كلهم، واكتشف انها سيدي وانها عامله في المخابرات الامريكيه، واديته مسدس عشان يدافع عن نفسه وهم خارجين. بس طبعا ما استخدموش خالص وهي اللي عملت كل الاكشن، وكان مستخبي معظم الوقت هو والشنطه بتاعته. ولما خرجوا من الممر ده لقى نفسه في باكستان، وكان في جيش في انتظارهم بره ودمروا العربيه اللي هيهربوا بيها. فهربوا منهم وقدروا انهم يهربوا، بس للاسف خسر شنطته الغاليه، واخدوا اتوبيس من على الطريق وهربوا بيه. وطبعا هو مش مستوعب اي حاجه من اللي بتحصل قدام. انا نفسي بتفرج ومش مستوعب ان ده كابتن امريكا، بس عمل برضه حته اكشن، وفي واحد كان هيقتل سيدي من وراه فلف بالماسوره وانقذه، وكمان قتل اخر واحد بعربيه وراه. وهناك ليفيك كان وصل وفاجنر قال له ان اخيرا عرفنا شكل محصل الضرايب، بس للاسف مش لاقيين له اي بيانات في الاف بي اي ولا السي اي اي ولا الام اي 6 ولا كانه موجود اصلا. وده اللي كانوا متوقعينه من عامل مخابرات بمهارات زي محصل الضرايب. فقال فاجنر يبعت صورته لكل صياد جوائز على مستوى العالم، والجائزه $1,000,000 كاش للي يجيبه حي، وممنوع طبعا اي حد يقتله لانه مع الشفره السريه. وسيدي وكول وصلوا المكان كده عشان ترجعه لبلده تاني، وهناك بتقابل ماركو الاكس بتاعها عشان يساعدها في انها توصل للمكان اللي ليفيك موجود فيه عشان تاخد منه سلاح الازد، وطلبت منه كمان انه يرجع كل المزرعه بتاعته. وبيكتشف كل انها رجعت اصلا عشان تجيب سلاح الازدك بس ما لقيتوش في المكان، مش عشان تنقذه يعني ولا حاجه. والازدك ده بالمناسبه سلاح نووي اللي ليفيك عاوز يبيعه وهي بتحاول تاخده منه قبل ما يبيعه. وادت لماركو الفلوس عشان يهرب كل مزرعته تاني وسابتهم ومشي. وفجاه ظهر واحد وقتل ماركو وسيدي كانت قدام، وانه افضل صياد جوائز على مستوى العالم لانه قدر يوصل لمحصل الضرايب بكل سهوله. بس فجاه ظهر واحد تاني وقتله وقال لهم يقصد تاني افضل صياد جوائز على مستوى العالم، وانه ملقب بالنمر ومش اي حد يقدر يقتله. وفجاه ظهر واحد من ورا وقتله هو كمان، وقال لكل يرميه بره ويدور العربيه ويطلع، وركب لهم صواعق في رقبتهم بيتحكم فيها بالخاتم اللي في ايده عشان لو حاولوا يهربوا او يعملوا اي حاجه. ولما وصلوا لعربيته كان بيتباهى انه يقدر يسمع دبه النمله قبل ما تفكر انها تدبها، بس جت عربيه وشالته من وراهم وكان فيها صياد الجوائز الاولاني. اخذت الخاتم وسالته على مكان التسليم وبعدها قتلته. وفي طريقهم وهو بيحاول يوصل ان ماركو مات بسبب الشفره السريه، سالته شفره ايه السريه انت تعرف منين؟ قال لها ان هم بيستجوبوه كانوا عاوزين منه الشفره السريه. وقفت العربيه بسرعه واتعصبت انه ملاش على المعلومه دي. والشفره دي كانت عباره عن تسلسل لدي ان ايه الكائن حي حقيقي محدش يعرفه، واللي عرفت توصل له هي إلينا وبس، وانها كانت هتبيعه لليفيك بس السيده قتلتها قبلها، وبالتالي الشفره دي مش معاها ولا مع ليفيك. وبكده ليفيك مش هيقدر يبيع السلاح الا لما يجيب الشفره اللي هو فاكر انها مع محصل الضرايب. وهنا نطت في دماغها فكره احسن بكتير جدا من اللي كانت هتعملها، فقالت لكل ما يزعلش
وقامت ضربه واغمى عليه، واخدته ليفيك مربوط على اساس انه محصل الضرايب وان هي صياد الجواز اللي قبض عليه وجاي يسلمه. ولما ليفيك بيوصل بنعرف انه افضل عميل مخابرات بس انشق عنهم لانهم سابوه يموت في مهمه من المهمات، بس قدر باعجوبه انه ينجو وقرر انه يشتغل لحساب نفسه. ولما طلبت منه الفلوس قال لها البيعه تتم وفلوسك هتبقى عنده، فركبت معاهم الطياره اللي هيستجوبوا كل فيها عن مكان الشفر. وفي الطياره هم بيدوروا في الشنطه بتاعته، فاجنر بياخد باله ان الصوره اللي لهم سوا على الموبايل. طبعا هي كانت شايفه خطتها ماشيه تمام وزي الفل وانها خلاص وصلت للسلاح النووي، لما يوصلها تقتلهم وتاخده. بس فاجنر جه وراها الصوره وطبعا هي ما كانتش تعرف ان كل صورها وهي معاه، وكان هيقتلها عشان يجبره على الكلام. فقالت له ان هي الجيرل فريند بتاعته وانها معاها الشفره في جيبها، وطلعت له علبه كده فتحها لقى جواها الصواعق. صعقته بالخاتم اللي معاه وهجمت على اللي واقفين وخلصت على واحد فيهم وكل خلص على التاني، بس للاسف كانت اتصابت بسكينه في بطنها. قالت لكل ياخد الشنطه وينط بالباراشوت من الطياره بسرعه. ما كانش موافق انه يسيبها طبعا، بس قالت له ان المهمه اهم منها، فاخد الشنطه والباراشوت وسحبها معاه ونط من الطياره. وبعد 6 ساعات بتفوق سيدي على جزيره مع كل والسلاح بيكون معاه. ولما فاجنر فاق بلغ ليفيك باللي حصل، قال له خلال 48 ساعه لو ما جبتش محصل الضرايب تاني والشفره منه هقتلك بنفسي. وفي نفس الوقت سيدي بعتت اشاره للسي اي عن مكانها، وقعدوا سوا مع الصباره بتاعتهم مع فرقه الانقاذ تي. وتاني يوم فاجنر كان على الجزيره بعربيات وهجموا عليهم فجاه ولسه يقتلوا سيدي، فجاه السي اي كانوا وصلوا وبداوا يقتلوا فيهم فانسحبوا. وفاجنر اخذ السلاح وجري بسرعه من المكان. ولما راحت لمقر المخابرات، المديره بتاعتها اللي كانت بتكلمها في اول الفيلم قالت لها انها موقوفه عن العمل ومتحوله للتحقيق، لانها سمحت ان السلاح يقع في ايد ليفيك من تاني وانها ممكن تكون شغاله معاه حاليا. ونفس الكلام اتقال لكل جوه وهو بيتحقق معاه، بس ما كانش مصدق طبعا ان سيدي ممكن تعمل كده. فوراه صور للناس اللي قتلتهم وانها قتلت صديقتها كمان اللي ممكن تكون كشفت سرها من البدايه فلبستها الموضوع ده. وهنا كل هو بيبص للصور لاحظ نبات في الصوره اللي إلينا مقتوله فيها، فقال لهم ان النبات ده موجود من الاف السنين وان قبائل الازتك كانت بتستخدمه في الشعائر الدينيه بتاعته، وبالتالي فالتسلسل الجيني للنبته دي بالذات هو الشفره السريه لسلاح الازتك، لان إلينا اخدتها من العالم اللي اخترع السلاح ده قبل ما تقتل. فعملوا خطه وهي ان محصل الضرايب يعمل انه انشق وعاوز يبيع الشفره لليفيك، وعشان ليفيك يصدقه فالشفره متقسمه كده لاربع اجزاء، يبعت له اول جزء منها عشان يصدق، وخصوصا ان الاستخبارات مستحيل توافق على حاجه زي دي. وطبعا كل ما كانش موافق على الموضوع ده لانه خايف انه يموت، وسيدي كمان ما كانتش موافقه لانها عارفه ليفيك وعارفه انه مش سهل وان هم هنا بيستغلوه، بس اقنعوا انه مش هيبقى في امان لا هو ولا اهله طول ما ليفيك على قيد الحياه. طلبت منهم حتى انها تدير العمليه بس ما وافقوش وقالوا لها تروح بيتها وتستنى التحقيق معاه، فاخدت الصباره ومشي. وليفيك جرب التسلسل الاول وفعلا كان حقيقي، بس كان واثق ان ده فخ من المخابرات، وكده كده طبعا ما كانش في قدامه اي اختيار غير انه يوافق. وهنا مستر اوكامي وصل المفروض انه هيشتري السلاح، وقال له انه هيروح مع المقابله دي، يا اما يديله الشفره ويتم الصفقه يا اما هيقتلهم كلهم. وكل وصل للمكان اللي المفروض يقابلهم فيه، وجاكسون ورجالته متابعينه من بره. وصل للمطعم فوق وقعد يستناه، وبعد شويه ليفيك ومستر اوكامي وصلوا ومعاهم السلاح. جاكسون لسه بيستعد هو ورجالته عشان يقبضوا عليهم، فجاه فاجنر فتح العربيه عليهم وقتلهم كلهم. جاكسون قبل ما يموت قال لكل يهرب بسرعه من المكان لانه فخ، بس كل قرر انه يكمل المهمه عشان عيلته ما تتاذيش لو ليفيك فضل عايش، وكان عنده امل ان سيدا هتظهر وتنقذه. ولما ليفيك وصل هو ومستر اوكامي قال له معلش ما عناش في الفخ المعتاد بتاعكم في المخابرات، ودلوقتي انت بقيت لوحدك. كل قال له وفرت عليا قتلهم بنفسي، انا كنت كده كده هقتله. طبعا ليفيك ما كانش مصدق، بس كل قال له صدق او ما تصدقش ما يخصنيش، وطلب كمان ضعف المبلغ اللي كان طالبه قصاد الشفر. وفضل يوديهم ويجيبهم في الكلام على امل ان سيدي تظهر. اما مستر اوكامي مزعق فيهم وقال لهم الشفره حالا والا هتموتوا انتوا الاثنين. ليفيك طلع مسدسه وقال له الشفره معاك ولا لا لاني مش مستعد اموت النهارده. وفجاه ظهرت سيدي ودخلت عليهم، وليفيك مش فاهم ايه اللي بيحصل. قالت لمستر اوكامي ثمن الشفره نص الفلوس اللي هتديها ليفيك تتحول على الحساب ده. ليفيك هنا اكتشف ان سيدي هي محصل الضرايب وان ده مجرد البوي فريند بتاعها مش اكتر. مستر اوكامي وافق على العرض بتاعه، قال لها تفتح الشنطه، حطت الشفره اللي معاها والشنطه اتفتحت وفعلا كان جواها السلاح. مستر اوكامي شكرها وحول لها الفلوس على حساب، بس ليفيك طلع مسدسه وقال لها ومين قال لك انك هتخرجوا من هنا على قيد الحياه؟ قالت له ال 10 مليون دولار اللي محطوطين على راسك حاليا لاي صياد جوايز يجيبك حي، والمكان اللي كانوا فيه كان مليان صيادين جوايز وكانت لهم الرسائل. وفجاه كله فتح السلاح على بعضه والناس العاديه هربت من المكان. سيدي استغلت الموقف وسحبت السلاح وجريت، فكله بدا يضرب نار، وقالت لكل يستعد عشان يحاولوا يخرجوا بالسلاح ويسيبوهم يخلصوا جوه على بعض. وليفيك لما سمعهم قال لفاجنر ما يسيبهمش يهربوا بالسلاح ويروح وراهم وهو هيحصل. وفاجنر لسه هيقتل سيدي قام كل واخده ونزل بيه على السلم، حاول يقتله تاني هرب منه على الاوضه، ضرب رصاصه على جيت في المحرك اللي بيخلي المطعم يدور. وفجاه المطعم بدا يلف بسرعه فوق وكلهم بداوا يموتوا واحد ورا التاني. ومستر اوكامي قال لليفيك انقذه وهيديله اللي هو عاوزه، قام قتل. وكل وفاجنر تحت نازلين ضرب في بعض، وفاجنر طبعا كان متغلب عليه بمراحل وخلاص كان هيقتله بين التروس، بس كل سحب السلسله اللي رابطها في ايده للتروس فسحبته واتفرم ما بينهم، واللي اتبقى فوق بس ليفيك وسيدو المطعم كان بيلف بيه، وقدر كمان انه يتغلب عليها وكان خلاص هيقتلها. كل طلع فوق وشافهم فطار ناحيته ونطروا بعيد عنه. ليفيك لقى السلاح فوق فاخده وحاول ينزل ويهرب بيه، بس ما كانش عارف يتحرك من مكانه من سرعه الدوران. وهنا سيدي شافت مسدس فوقها فاخدته وضربت على المجسم اللي في نص المطعم، فطار ناحيه ليفيك وطيره معاه، بس لحقت السلاح من ايده قبل ما يطير معاه. والمخابرات كالعاده وصلت متاخر وانقذته. وتاني يوم اخدها وعرفها على عيلته، وطبعا قال لهم انها شغاله في اللوحه الفنيه زي ما قال لهم قبل كده، وانه يسافر معاها اوروبا يعمل ابحاث عشان الكتاب بتاعه، وهي كمان عندها شغل هناك. وسافروا فعلا وكملوا حياتهم سوا هناك. وبيني وبينك الفيلم ده من افضل افلام كريس وانا اللي شفتها لحد النهارده. ما تنساش لايك واشتراك للدعم على الاستمرار في تقديم المحتوى، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش الاشتراك في قناتنا الاخرى لمزيد من المتعه. واشوفكم على خير ان شاء الله مع ملخص جديد لفيلم جديد او مسلسل جديد في الاسبريسو. سلام.